هناك سؤال سئلت عنه من أكثر من جهة ومن أكثر من فرد، يقولون لي: تحدثت عن الثورة التونسية، وتحدثت عن الثورة المصرية، وتحدثت عن الثورة الليبية، وتحدثت عن الثورة اليمنية، ولكنك لم تتحدث عن ثورة واحدة. قلت: ما هي؟ قالوا: ثورة البحرين. لماذا لم تتحدث عن ثورة البحرين؟ قلت لهم: دعوني أجبكم بصراحة، إن ثورة البحرين ثورة غير هذه الثورات، إنها ثورة طائفية. الثورات الأربع كلها ثورة شعب ضد حاكمه الظالم. الشعب المصري خرج بكل فئاته وبكل طوائفه، مسلمون ومسيحيون، شباب وشيوخ، رجال ونساء، تقدميون ورجعيون، أهل الدين وأهل الدنيا، الشعب المصري كله، وكذلك الشعب التونسي، وكذلك الشعب الليبي، وكذلك الشعب اليمني. ولكن الثورة البحرينية ثورة طائفية، وهذه مشكلتها، إنها شيعة ضد سنة. فماذا أقول وأنا متهم بطبيعتي إني ضد الشيعة؟ وأنا لست ضد الشيعة، أنا ضد التعصب، ضد الطائفية، ضد التفريق بين الناس بعضهم وبعض على أساس المذهب أو الفرقة. ولهذا ليست الثورة البحرينية مثل الثورات الأخرى. الشيعة جميعا ضد السنة جميعا. الثورة قامت طائفية شيعية. أهل السنة لما شافوا قاموا عملوا 450,000 أخرجوهم في جامع الفاتح، وقالوا: ونحن لنا مطالب أيضا. إذا كنت أيها الشيعة لكم مطالب، فنحن أهل السنة لنا مطالب. وقالوا مطالبهم. وذكروا إخواننا هناك أن الشيعة حينما كانوا في دوار اللؤلؤة فلم يكونوا سلميين كما كنت أظن. قالوا: لا، إنهم لم يكونوا سلميين، بل اعتدوا على كثير من أهل السنة، واستولوا على مساجد ليست لهم، واستعملوا الأسلحة كما يفعل البلطجيون في اليمن وفي مصر وفي غيرها ضد كثير من المستضعفين من أهل السنة. ومن أجل هذا لم أتحدث، لأني لا أجد نفسي حرا تماما، ولا أجد عندي المعلومات الكافية عما يحدث. وأنا كل ما أستطيع أن أقوله إني أتمنى أن يجتمع العقلاء من الشيعة والعقلاء من أهل السنة ويتحاوروا. وقد دعا ولي عهد البحرين إلى الحوار، وأنا أرى أن في مثل هذه الأمور الحوار أولى، بدل أن ينقسم المجتمع انقساما طائفيا. كلهم يعيشون في البحرين، وكلهم تحت سماء
البحرين ونشأوا في البحرين وهم بحرينيون قطعا، كلهم بحرينيون. فلماذا لا يتفاهمون؟ لماذا يقفون ضد الحاكم وإن أصلح الحاكم؟ هذه الملكية الدستورية كما يدعو كثير من الناس في بلاد الخليج وفي غيرها الملوك أن يكونوا دستوريين. وقد بادر ملك المغرب سبق الأحداث وكان عاقلا وتنازل عن كثير من سلطاته للحكومة. هذا ما ينبغي للعقلاء أن يفعلوه. أنا أنادي أهل البحرين سنيين وشيعيين أن يلتقوا ويتحاوروا، وقد دعا إلى ذلك ولي عهد البحرين، وأن يدخل العقلاء المهيجون. الخطر أن ينسب الشيعة أنفسهم إلى بلاد أخرى فيحملوا صورة الخامنئي وصورة نصر الله وصورة كذا، وكأنهم ينتسبون إلى إيران ولا ينتسبون إلى البحرين. هم من أهل الخليج، فلماذا يخرجون عن الخليج؟ نحن نريد أن تكون المواطنة حقيقية، وأن يبحث الجميع في العدل. أنا أؤيد المطالبة بالعدل، لا أرضى بالظلم، لا لسني ولا لشيعي ولا لمسلم ولا لنصراني. أهل البلد يجب أن ينالهم العدل العام، وفي هذا يكون حديثنا. في ماذا ظلمتم؟ يجب أن نبحث عن هذا، إزالة هذا الظلم. إنما نعطي القضية معنى طائفيا خاصا ونحصرها في هذا هو الذي لا ينبغي أن يكون، لأن هذا لا علاج له. أن يكون هذا ضد هذا لطائفيته لمذهبيته، هذا أمر ليس وراءه أي خير. أدعو البحرينيين جميعا أن يكونوا يدا واحدة وأن يتفاهموا. وأنا أعرف يعني حكام البحرين منذ الشيخ عيسى بن سلمان رحمه الله، وكان بيني وبينه مودة كبيرة وعميقة، أنه يتقرب بالتعرف إلى الناس ويتقرب إليهم بمعرفة حاجاتهم ومظالمهم، وحاولوا أن تقتربوا بعضكم من بعض بدل القطيعة، والقطيعة المبنية على الطائفية، والقطيعة المؤسسة على الاستقواء بالخارج. لا ينفعك إلا أن تستقوي بأخيك المواطن ابن بلدك، لا ينفعك الاستقواء بأحد. وليقم الجميع تحت سقف الوطن الواحد للعمل على المصلحة المشتركة، والعمل على ما يجمع لا على ما يفرق. هناك كثير أشياء تفرق الناس بعضهم من بعض، وأشياء تجمع الناس بعضهم من بعض. والمصلح هو من يبني ولا يهدم، ومن يجمع ولا يفرق، ومن يحيي ولا يميت، ومن ينشر الخير والألفة بين الناس، لا من ينشر الشر والفرقة بينهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهديني للتي هي أقوم، وأن يجمع كلمة الأمة على الهدى، والقلوب على التقى، والنفوس على المحبة، والعزائم على عمل الخير وخير العمل. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فادعوا الله عز وجل يستجب لكم.